السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، النهارده هعمل معاكم منيو اكلاتي 7 اكلات مختلفة طول الاسبوع. يا رب المنيو بتاعي يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، ولو عجبكم يا حبايب قلبي يلا بقى كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم اللي بتسعدني وبتفرحني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي بينا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه يا حبايبي هنبتدي بيها المحشي الجميل بتاعنا، محشي ورق عنب ومحشي كوسه ومحشي فلفل وبط وفراخ وشوربه وهيصه يا معلم. بسم الله ما شاء الله. اليوم ده صراحه يوم المحشي ده انا بحبه خالص يا حبايب قلبي. اي نعم المحشي متعب، بس الواحد يعني بياكل فيه وبيتبسط. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا ما عملت ليه فراخ يا ام محمد، عملت فراخ. ابني ما بيحبش البط، لازم اعمل له ورك فرخه، واعمل لنا احنا نص بطايه انا وابني وجوزي. فما شاء الله اكلنا وشبعنا بسم الله ما شاء الله، وكان يوم جميل والله يا حبايب قلبي. وبعد كده اليوم التاني فاض مننا طبق محشي ورق عنب، وعملت جنبه طبق واحد رز وشوية شوربة وشوية مخلل. وكان عندي نص كيلو لحمة راس عملتها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وعدينا اليوم بيه، كان يوم والله العظيم حلو خالص ما شاء الله. طبعا فاض محشي احنا هنرميه، بس المشكلة ان احنا ما بنعرفش ناكل محشي من غير اي لحوم ولا فراخ ولا بط، لازم نعمل جنبه اي حاجة. فانا فكرت كان عندي لحمه الراس دي محدش عايز ياكلها، عملتها وكلتها انا وجوزي بسم الله ما شاء الله. وكان يوم من ايام الاسبوع الجميل بتاعنا يا حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا يلا بقى حطوا اللايك وكومنت حلو وشجعوني، يلا بقى لايكات كتير ويسعدوني كده بلايكاتكم كومنتاتكم الجميله يا حبايبي، بجد دعمكم ليا بيفرحني وبيسعدني وبيجبر بخاطري. وهنا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كلنا يومين كده لحمه واتبسطنا فيهم. اليوم التالت بقى نضيع الاكل بتاعنا ده لاننا زهقنا طبعا من اللحوم، كلنا بط وكلنا اللحوم، فلازم نعمل فصل كده بين اللحوم. فعملنا اكله جميله بسيطه، يا رب كده تعجبكم ما شاء الله. وهنا يا حبايبي عملنا طبق بطاطس وطعمية بسم الله ما شاء الله، وفتحنا علبة تونة وعملنا خيار وطماطم وجزر. وكان عندي سردينة مخللة يا حبايبي، حطيت منها شوية ما شاء الله. والله عدينا اليوم ده، فطرنا يا حبايبي واتغدينا بسم الله ما شاء الله، وكان يوم جميل جدا واكلنا واتبسطنا والله. واكله جميله. وعلبه التونه دي طبعا انا ما بستغناش عن التونه في البيت، لازم يكون عندي علبتين بستعمل منهم وقت ما اكون مش هطبخ ولا هعمل اي اكل تاني ما شاء الله. وطبق مرتة يا حبايبي، وطعميتنا الجميلة بتاعت العريش والبطاطس المقلية المتحمرة. وعملنا فاصل بين الأيام الجميلة بتاعتنا دي، والحمد لله يا حبايبي. كان يوم ما شاء الله كلنا واتبسطنا فيه برضو وشبعنا والله. وكنا عاملين طبعا في بصل أخضر وجرجير وعيش مخبوز ما شاء الله، وكان يوم تمام التمام. وبعد كده يا حبايبي طبعا احنا ضيعنا هو عملنا فاصل، فجبنا اكله حلوه كده حبايب قلبي، عملنا السمك الجميل بتاعنا. بجد تسلم ايديا، ايه الحلاوه دي يا ام محمد؟ تسلم يا حبيبتي ويسلم اكلك الجميل بسم الله ما شاء الله. احنا عملنا ايه؟ سمك بلطي، وعملنا كان عندنا سردينه نص كيلو سردينه. قالنا الولد قال لي انا عايزها مقليه يا ماما، حمرته زي ما انتم شايفين وشويت السمك. وكان الاكل ده يوم من ايامنا الجميله بتاعت الاسبوع يا حبايبي، وطبق سلطه وطبق مخلل. ما شاء الله احنا لازم ناكل سمك مرة واحدة طول الاسبوع، وممكن مرتين كمان يا حبايبي. انا ما بزهقش من السمك، لو اكلته كل يوم ما هزهقش منه ما شاء الله. ده البلط ده انا شويه في البيت يا حبايبي، لو عايزين تشوفوا طريقة شوي البلط في البيت ادخلوا كده على القناة هتلاقوا الطريقة هتعجبكم. وعجبكم الفيديو بتاعي يلا بقى حطوا لايكاتكم الجميلة يا حبايب قلبي وفرحوني. وطبق السلطة ده مقطعين عليه كل الخضار اللي عندنا ما شاء الله. والمخلل الجميل اللي انا عاملاه ده يا حبايبي، لو عايزين تشوفوا الطريقه ادخلوا برضو على القناه هتلاقوا الطريقه. كل سنه وانتم طيبين بقى، لما يجي ميعاد الزيتون تخشوا تشوفوا الطريقه عندي على القناه. يا رب كده اكل البسيط ده يعجبكم وينول اعجاب. واليوم الرابع يا حبايبي احنا عملنا فيه بسم الله ما شاء الله طبقين رز بسمتي، وحمرنا فراخ اهي شويناها ما شاء الله. هي نص فرخ، هي مش كتير يا حبايبي نص فرخه بس. ما شاء الله الاسبوع ده كله اكلنا فيه لحوم، يعني ما ضيعناش فيه غير يومين اتنين بس. حاجات يا حبايبي بسيطه، وبرضو يعني احنا مش مكلفين الاكل بتاعنا. هي نص فرخه نص كيلو لحمه، يعني حاجات بسيطه ما شاء الله بتمشي اليوم بتاعنا. والله يا حبايبي لو هتضيعي باي يوم برضو بتكلف زي ما هتعملي الاكل ده. فدي نص فرخه شويتها كانوا وركين، وعملت طبق رز بسمتي وطبق سلطه والزيتون بتاعنا الجميل والسلطه بتاعتنا والشوربه. لا دي الطحينه عفوا دي الطحينه بتاعتنا الجميله. وكان غدا يوم من ايام الاسبوع بتاعنا. الاسبوع ده كله دلع يا حبايبي، انتوا عارفين الاسبوع اللي بيكون جوزي موجود فيه بعمل له الاكل اللي هو يطلبه كله
ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وكان طعم الفراخ دي جميله والله يا حبايبي، بس هي اتحمرت مني جامد، بس يعني كان طعمها حلو. وهنا يا حبايب قلبي عملنا رز وسلطه وشوربه الاكل النهارده، ونص كيلو لحمه زي ما انتوا شايفين عملناه. ده كان يوم من ايام الاسبوع ده احنا اتدلعنا فيه خالص. بس احنا الاسبوع اللي جاي بقى يبقى المنيو بتاعنا خفيف واكلاته بسيطه خالص. بس الاسبوع ده يا حبايبي جوزي كان موجود فيه بألف هنا على قلوبنا. ما شاء الله. واللحمه دي جميله جدا يا حبايبي، والرز الجميل بتاعنا الجميل ده، رز بشعريه والشوربه. وبألف هنا للي كل وألف هنا للي شاف. اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا يا حبايب قلبي، في اليوم اللي بعده واحنا ضيعنا بقى فيه، بس ما ضيعناش قوي يعني، عملنا اكله كلنا بنحبها يا حبايب قلبي. انا كنت كنت مخلله سردينه، وفتحت منها واكلنا منها اليوم ده. وبسم الله ما شاء الله الاكل يعني الاسبوع ده كان جميل جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايب قلبي، يلا بقى كومنت حلو كده وادعموني وشجعوني وفرحوني بكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتكبر بخاطري وبتراضيني والله يا حبايب قلبي. وهنا يا حبايب قلبي في اليوم الجميل بتاعنا السردينه اهي، شوفوا عامله ازاي ما شاء الله. نضفناها وفتحناها وعصرنا عليها الليمون بتاعنا واكلناها، وبألف هنا وشفا لك يا ام محمد. وبألف هنا وشفا كده للي كل السردينه بتاعتنا الجميله دي. لو عايزين تشوفوا الطريقه ادخلوا كده على القناه، هتلاقوا طريقه تخليل السردينه بتاعت الجميله ده، هتعجبكم. يا رب كده الاكل بتاعي يعجبكم والفيديو بتاعي يكون خفيف على قلوبكم. ولو سمحتوا ما تكتبوليش لي في التعليقات ان انا الاسبوع ده عامله فيه كل يوم لحوم لحوم، والله يا حبايبي غصب عني. طبعا جوزي بيروح شغله، بيقعد 10 ايام في الشغل وبيجي لنا اسبوع اجازه. لازم الاسبوع اللي بيجي فيه ده بعمل له اكل كويس. وطبعا احنا اسره صغيره، اقل حاجه بتكفينا. اللهم صل على النبي. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو بتاعي الجميل. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.